المدير الفني للنادي الأهلي يستروب بيحاول إن هو يستغل فترة التوقف الدولي في تجهيز بعض اللاعبين المصابين زي العش وأحمد رضا. كان النادي الأهلي بيصرف 75 ألف جنيه لكل لاعب بعد الفوز بكأس السوبر المصري والإنجاز اللي حققه ضد نادي الزمالك. كمان النادي الأهلي بقائد عمر سيد معوض اللعيب الشاب المهاري جدا المميز في الفريق الشباب اللي شفناه طبعا في كأس العالم للشباب وشفناه قبل كده في أفريقيا مع منتخب الشباب، واللعيب الصاعد الواعد يا جماعة لعيب محترم جدا جدا وكواليتي عالي جدا. كمان كابتن وليد صلاح الدين بيرفض ان هو يفرض اي عقوبات على زيزو علشان ما سلمش على الكابتن هشام نصر واللي تسبب في صياح كبير الفترة الأخيرة دي كلها. في المقابل قناة نادي الزمالك بتقول إن هو لابد من معاقبة زيزو، وإن إدارة نادي الزمالك تقدمت بشكوى كمان للاتحاد المصري لكرة القدم لمعاقبة زيزو في عدم إن هو لم يصافح الكابتن هشام نصر. فإيه اللي يحصل يا جماعة؟ جماهير الأهلي تتساءل هل يتم معاقبة جماهير الزمالك على السباب الجماعي لزيزو والخوض في أعراض؟ كمان قناة نادي الزمالك مش تكتفي بالمهازل اللي بتقدمها، لا دي كمان بتقول على خالد مرتجي ان هو بلوجر وان هو عايز ياخد اللقطة. يا عزيز ياخد لقطة ايه؟ ده خالد مرتجي ده اللي بيعدي جنب سور النادي الاهلي بس بيروح في حتة تانية، ما بالك بقى مين الصندوق؟